كسمايو مدينة تأبى الهدوء، تناوب أمراء الحرب على التحكم فيها إذ زال الحروب الأهلية في الصومال، حتى جاء عصر المحاكم الإسلامية الذي انتهى هو الآخر بعد أن أطاحت القوات الأثيوبية بنظام المحاكم. مقاتل الجماعات الإسلامية المسلحة التي تناوئ الحكومة الصومالية الانتقالية ووجود القوات الأثيوبية في الصومال زحفت نحو مدينة كسمايو لتسقط المدينة تحت سيطرتهم بعد 4 أيام من معارك ضاحنة بينهم وبين ميليشيات عشائرية موالية لوزير الدفاع السابق للحكومة الصومالية. واتهم المقاتلون الإسلاميون الميليشيات التي كانت تحكم المدينة بتجاوزات في حقوق سكان المدينة. بعد 4 أيام من القتال سيطرنا على المدينة معا، استولينا على سياراتهم وسنعيد الأمن للمدينة وسنحكمها بالشريعة الإسلامية. انتهت الحرب لكنها تركت من ورائها مصابين لم تلتئم جراحهم حتى هذه الساعة، فعشرات الجرحى يقبعون في مستشفى المدينة الوحيد الذي ينقصه كثير من الأدوية والتجهيزات اللازمة، ليبدأوا رحلة علاج طويلة لا زالوا في بدايتها. في الأيام الماضية استقبل المستشفى 207 جرحى و19 قتيلا. ليس هناك من منظمة تدعمنا الآن بعد خروج عمال الإغاثة من المكان. شوارع المدينة لا توحي بأن حربا وقعت فيها، فالأمور بدأت تعود إلى طبيعتها ربما أسرع من المتوقع. وفي قدم هذه الأجواء شبه اعتيادية لا يخلو الأمر من واقع يرسم مشهدا تعزز فيه الجماعات الإسلامية المسلحة التي تتبنى اللا حوار مع الحكومة الصومالية حضورها السياسي والعسكري بعد أن تحققت لها مكاسب على الأرض. سقوط مدينة كسمايو مرة ثانية في أيدي الإسلاميين يبدو أنه لن يمر دون إحداث انعكاسات على الساحتين السياسية والعسكرية في الصومال، مما يجعل الأيام القادمة ربما حبلى بالأحداث. عمر محمود، الجزيرة، من مدينة كسمايو، جنوبي الصومال.